بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله جيناكم في دورة مراجعة المكتسبات أنتوما وجماعة الانستغرام باش نديروها بإذن الله ونفرزوا مشكلة الرياضيات بإذن الله. هذه هي قناتي في اليوتيوب، هداية زواقي. الناس اللي ما تعرفهاش نتوما، هداية زواقي، تدخلوا اليوتيوب تكتبوا هداية زواقي تخرج لكم قناتي على اليوتيوب. بطبيعة الحال راح نلقاو فيها بإذن الله دروس الرياضيات كما حققنا نجاحات باهرة مع باك 2025 وكانوا منهم أوائل تاع الولايات والعديد من كما نقولوا حنايا الثانويات. باذن الله عام السنه نحققوا معكم باذن الله عز وجل، ولو كتبنا ربي نحققوا معكم نجاحات اخرى. نبدا ولكن مع اول حاجه تقدر تقراها في مراجعه المكتسبات اللي هي المتطابقات الشهيره. دركا انا نبدا. كاين واحد فيكم دوك واش يقول لي المتطابقه الشهيره هي دي سهله واش راح ندير بها؟ تبع معايا اختي وخويا العزيز. دوك نقول لك انا المتطابقات الشهيره دي واش دير بهم. نبداو اول حاجه عندي المتطابقه الشهيره. هضروا معايا باش راني مانيش معاك. هضر معايا واحد معايا في الفيديو هضر. عندي قدا عندي المتطابقه الشهيره هاني نسمع. عندي المتطابقه الشهيره رقم رابعه، رقم واحد، رقم 2 ورقم 3. دوكا المتطابقه الشهيره الاولى والمتطابقه الشهيره الثانيه والمتطابقه الشهيره الثالثه هادو عندهم مول. لو مول هذاك نسحق وانا باش ندير به ساعه اخرى تحليل ولا نخدم به كش ما حاجه اللي هي لا ليميت طيح لي فيها. دوك نعطيكم نطيح لكم. نبداو. عندي المتطابقه الشهيره الاولى. المتطابقه الشهيره الاولى هذه واش بها؟ راح تكون لي من الشكل هذا ا زائد ب الكل مربع. واش معناها؟ قلنا تكون لي من الشكل ا زائد ب الكل مربع. الا هذا استاذ واش هو؟ الا هذا عباره ما يهمنيش، عباره عن عدد، عباره عن اكس، عباره على اي حاجه كانت ما يهمنيش واش هي. المهم شغل الطرف مشبود من هي. عندي زايد البي الكل مربع، معناها تلقى حاجه ما بيناتهم الزايد وحاجه الكل مربع. عرفوا بلي راهي المتطابقه الشهيره الاولى. كيفاش تحل المتطابقه الشهيره الاولى هذه؟ تتحل هكذا ا مربع اللي هو الطرف الاول مربع زائد ب مربع اللي هو الطرف الثاني مربع زائد 2 ا في ب. واش معناها 2 ا في ب؟ معناها 2 الطرف الاول في الطرف الثاني. عاود معايا باش تفهم. عندي المتطابقه الشهيره يعطيني متطابقه فيها طرفين، الطرف الاول والطرف الثاني الكل مربع. كيفاش نروح نحلها؟ نحكم الطرف الاول مربع زائد الطرف الثاني مربع زائد 2 ا في ب. نورمالكم فهمتوني. دوك وين نروح؟ نروح المتطابقه الشهيره رقم 2. المتطابقه الشهيره الاولى تلقاو فيها الزايد، ها نمورها لك هنا، يكونوا الاطراف ما بيناتهم بالزايد. المتطابقه الشهيره الثانيه واش هي؟ ا ناقص ب مربع. تسمى واش داروا؟ خلاو كلش كيما راهو. هنا مدوها لي بالزايد وهنا باه مدوها لي بالناقص. كي نطلع هنا واش هو؟ المتطابقه الشهيره رقم 2 وباه نلقاها بنا بالسالب. كيفاش نروح نحلها؟ واش عندي شتو كيما هنا هذا يقولوا الجزء الثالث نكتبو كيما راهو ا مربع زايد ب مربع. خليتو كيما راهو بصح واش هي؟ هنا مكتوبه زايد 2 ا في ب تولي لي ناقص 2 ا في ب. تسمى واش درت؟ عندي ا مربع اللي هو الطرف الاول مربع زايد الطرف الثاني مربع ناقص 2 في الطرف الاول في الطرف الثاني. سمى الفرق ما بين المتطابقه الشهيره الاولى والمتطابقه الشهيره الثانيه. المتطابقه الشهيره الاولى تكون بالجمع ما بين الطرفين، ما بين الأ والب باش يكون لي الجمع. طريقه عندي واش نخدم انايا؟ نروح ندير الطرف الاول نربعو، الطرف الثاني نربعو زائد 2 الطرف الاول في الطرف الثاني. دوكا نروحوا للطبقه الشهيره الثانيه نفس الحكايه، زوج اطراف واش ما بيناتهم الناقص. الطرف الاول نربعو، الطرف الثاني نربعو ويكون ما بيناتهم زايد. تسمى ما تبدلش. تسمى لا بارتي هذه ولا بارتي هذه ما يتبدلوليش. طري بيان صحيتو. واش يتبدل لي؟ عندي وسماو 2 ا في ب و2 ا في ب جامي لا كان حيتبدلوا لي. الحاجه اللي راح تتبدل لي راح تقراو برعايه الالوان ثلاثه، يعني ان الاولى اللي تسمى اش عندي ناقص لهنا وهنا الزايد. تسمى الفرق ما بيناتهم الاخرى راح تجيني بالزايد والاخرى راح تجيني الناقص. طيب بيان صحيتو الله عليكم. دوك واش هو المتطابقه الاخرى؟ المتطابقه الشهيره الثالثه واش قالوا فيها؟ حكموا داروا ا زايد ب ضربوها في ا ناقص ب. دونك واش داروا؟ راحوا هزوا وحيده من الاولى وحيده من الثانيه وضربوهم لي في بعضهم. كي ضربوهم لي في بعضهم واش راح يخرج لي؟ راح تمد لي ا مربع ناقص ب مربع. معناها الطرف الاول مربع ناقص الطرف الثاني مربع وبس. لا 2 ا في ب لا والو. هكا
نعاودوا الولاد مع بعضنا. قد عندي 3 متطابقات شهيره. المتطابقه الشهيره هذه واش هي؟ عندي فيها 3. المتطابقه الشهيره الاولى باش تكون الجمع، صحيتو. كي تكون بالجمع واش نروح ندير؟ نروح نلقى ما بيناتهم جمع ونلقاهم بكل مربع. واش نروح ندير؟ نروح ندير الطرف الاول مربع، نهز هذا نربعو، زايد نهز الثاني نربعو، زايد ندير 2 في الطرف الاول اللي ربعته بلا مربع، سما 2 في ب. كي تعود بالسالب هي متطابقه شهيره الثانيه، ندير الطرف الاول مربع زائد الطرف الثاني مربع كيما الاخرى، بعد ناقص 2 الطرف الاول في الطرف الثاني. طيب دوك نروحوا للمتطابقه قلنا الشهيره الثالثه واش هي؟ عندي هزينا طرف من الاولى وطرف من الثانيه وضربناهم في بعضهم. كيفاش ندير؟ تولي الطرف الاول مربع ناقص الطرف الثانيه مربع. نورمالمون راكم فهمتوني يا كيف، ما عندي واش نزيد اكثر من هكا. نبداو من قلنا عندي اطفال الميكرو عليها راح الصوت. وين قلنا المتطابقات الشهيره عندي 3. المتطابقه الشهيره الاولى، المتطابقه الشهيره الثانيه، المتطابقه الشهيره الثالثه. هذوك 3 متطابقات واش فيهم؟ قلنا المتطابقه الشهيره الاولى يمدها لي بالجمع، المتطابقه الشهيره الثانيه يمدها لي بالطرح، المتطابقه الشهيره الثالثه يمد لي وحده من الاولى وحده من الثانيه ونضربهم في بعضهم. دوكا واش عطاني؟ قلنا عندي زائد ب الكل مربع. واش هي؟ كيف نحلها انايا؟ عندي طرفين ا و ب ما يهمنيش واش يكونوا، مجموعين الكل مربع. واش نروح ندير؟ الطرف الاول مربع زائد الطرف الثاني مربع زائد 2 في ب. سي بون. طيب استناو لكم هذه كيف عندي هنايا الانستغرام في الطابلت. نحل كامل هنا خير اللايف. اصبروا دوك نكملوا. عندي زائد ب قلنا الكل مربع، هي مربع زائد ب مربع. دوك نروحوا لتاع الطرح. عندي ناقص ب الكل مربع، قلنا نهزوا الطرف الاول مربع زائد الطرف الثاني مربع، هذه ما تتبدلش. قلنا الجزء الثابت هذا ما يتبدلش. بعد واش هو؟ عندي ناقص 2 في ب الطرف الاول في الطرف الثاني في 2. دوك نروحوا للثالثه. زائد ب في ناقص ب سما وحده مضروبه في وحده. دونك واش هي؟ نروح ندير مربع ناقص ب مربع، سما الطرف الاول مربع ناقص الطرف الثاني مربع. نورمالمون دوكا راكم سمعتوني وفهمتوني. كملوا معايا. دوكا وين نروحوا دوكا كي خلصنا المعادله اسنا والساعه. انا هذه هي خدمتي، كل ما نكمل لازم ندير لكم المثال تاعنا هنا واش يقول باش تطبقوا باش تشوفوا روحكم اسكو فهمتوا ولا لا. ونطرح عليكم واحد السؤال، تبعوا معايا مليح. عندي ليكيب هادو في المتطابقه الشهيره رقم 3. الا هذا اللي هنايا لازم يكونوا كي بعضهم، والبي هذا اللي هنايا لازم يكونوا كي بعضهم. دونك كون يعطيك عندك باغ اكزومبل اكس ناقص 2 مضروبه في اكس زائد 3 او ليش كلمه اكسين في الاشاره اي ماهيش متطابقه شهيره ثالثه، وكون يغدرك ويعطيك اكس ناقص 2 في اكس ناقص 2 مفروقين هكا اي ماهيش متطابقه شهيره ثالثه. هذه واش هي؟ صحيتو، هي نفسها اكس ناقص 2 الكل مربع. سما لا هذه ولا هذه متطابقه شهيره ثالثه. باش تكون متطابقه شهيره واش لازم يكون اكس ناقص 2 مضروب في اكس زائد 2. ماهمش نفس الاشاره، وهذا نفس العدد وهذا نفس الحاجه. راكم معايا؟ سما لازم يكونوا نفسهم باش نقدروا نسميوها باللي متطابقه شهيره رقم 3. هذه ملاحظه فقط جد مهمه، نعرفكم باللي راكم تقراو والمتطابقه الشهيره تجيك سهله، بصح اللقطات هذوك تيهلكم فيهم وماشي تيهلكم فيهم ما تولولهمش. نجيو نديرو مثال. عندي اكس زائد 2 الكل مربع. هاي بكل تزربوا تحلوها لي عندكم في الورق وتجاوبوا معايا او ميم طون، ولا حبس الفيديو انت اللي كتفرج في اليوتيوب وحلها وحدك. هاي واش نجيو نديرو؟ هذه قلنا عندنا المربع، دونك راني يا في الاولى يا في الثانيه، مانيش في الثالثه. عندي هنايا الجمع، دونك راني في الاولى. كيفاش نحلها؟ عندي الطرف الاول مربع، هذا هو وهذا هو البي تاعي. دركا الطرف الاول مربع زائد الطرف الثاني مربع زائد 2 الطرف الاول اللي هو اكس في الطرف الثاني اللي هو 2. دونك كيفاش تولي لي اكس مربع زائد 4 زائد 4 اكس. سي بون ليكيب؟
اي سهله الماط والله سهله. دوك شفتو كيما دوك جاتكم سهله المستبقه الشهيره تفرجوها بعدا في اليوتيوب. هاي نكملوا تهنينا دوك المستبقه الشهيره هذه ضم كملناها. دوك نروحوا ليكيب دراسه وحل اشاره معادله. دوك نتوما في الكوم نيفو تيرمينال الادبيين تبعوا معايا مليح. هادو راكم رايحين تقراوهم بالتفصيل، المعادله من الدرجه الاولى والمعادله من الدرجه الثانيه والمعادله من الدرجه الثالثه، وعندكم الدوال الداله الناطقه ولا الداله الكسريه. هذا هو بروغرامك الادبي تاع الدوال سهل تافه ما هذه الحكايه. نبداو دراسه اشاره وحل معادله. اسمعني مليح عندي باش نحل معادله من الدرجه الاولى ولا ندرس على الاشاره ولا ندرس اشاره معادله من الدرجه الثانيه ولا ندرس اشاره داله ولا ندرس اشاره الفرق ولا ندرس اشاره اي حاجه، لازم نقلبوا معادله صفريه. واش معناها؟ باه ندرس اشاره لازم نحل معادله واش صفريه، سما لازم نقلبها معادله صفريه. كي نقلبها معادله صفريه نقدر نحلها نوصل لجدول اشاره معين. نبداو عندي بالمعادله من الدرجه الاولى. الاولاد الاولى طالنا المعادله من الدرجه الاولى. الاولاد من الدرجه الاولى جايه من اسمها يعني معاملها واحد. لإكس زائد بي، هذا هو الشكل تاعها، راهي مكتوبه قلنا من الشكل واش لإكس زائد بي، حيث كاتبت لك هنايا لا يساوي صفر. واش معنى هذه كيف لا يساوي صفر؟ دوك انا كون يعود تاعي هذا يساوي لي صفر يصبت على البي لا هكا. واش تولي هذه تروح لي للزيرو وتقعد لي غير البي. اسكو هذه معادله من الدرجه الاولى؟ دونك ماهيش معادله من الدرجه الاولى. سما واش على بالي بلي معادله من الدرجه الاولى راهي من الشكل لإكس زائد بي. كون يعطيك في التمرين 2 اكس برك راهي معادله من الدرجه الاولى. لا باسكو راهي اصلها 2 اكس زائد صفر، معناها البي هذا يقدر يكون لي صفر، لكن لا يكون صفر، لانه كون يكون صفر ما توليليش معادله من الدرجه الاولى. طيب بيان نجي هنا واش عندي؟ هاي المعادله من الدرجه الاولى تاعي كيفاش قاعده لإكس زائد بي. قلنا نروح نردها معادله صفريه باش نقدر ندرس اشاره العباره. وحنايا في الدوال باش نروح ندير اتجاه التغير تاعي يا اخي لازم نروح ندرس الاشاره باش نخرج كي تعود موجبه نقول متزايده كي تعود سالبه نقول متناقصه، هكا ولا مش هكا ليكيب. دونك واش لازم عليا باش ندرس الاشاره؟ لازم نحل معادله صفريه، وبين نحل معادله صفريه عندي قوانين لازمني نتابعها. اليوم راح نقراو ثلاثه: معادله من الدرجه الاولى ومعادله من الدرجه الثانيه، ونعدكم كيفاش تحلوا المعادله من الدرجه الثالثه بالكالكولاتريس. واليوم بربي ان شاء الله ما تخرجش منها غير انت دير هكا في الماط، ونعدك كيفاش بهذه تخدم كلش. وتلاميذي تاع 2025 على بالهم، ودوك بربي ان شاء الله تخرج مشوكي من الواحد. واول مره في اليوتيوب راح نحط لكم الكالكولاتريس تبعوا بها. دونك واش عندي؟ نبداو قلنا بالمعادله من الدرجه الاولى. اي معادله راح نحطها تساوي صفر. نبداو بالدرجه الاولى. الدرجه الاولى سالب خلاص. هاي دوك كي تشوف انت معاها واش هو باينه حتقول لي بلي نقول. طيب بيان واش عندنا هاي نخدموا كيما الابتدائي نتفكروا كلش اليوم. الموجب واش يولي لي؟ سالب. الضرب واش يولي لي؟ قسمه. طيب بيان ها واش صارت لي؟ لإكس زائد بي. كي قلت من هي البي كانت بالموجب واش ولات لي بالسالب. عندي ومن بعد واش هو؟ راهي مضروبه واش ولات لي؟ مقسومه. دونك المعادله تاعي كيفاش كانت لي؟ تابع معايا مليح نعاود نشرح لهنا. تابع معايا كانت لي لإكس زائد بي تساوي لي صفر. قلنا عندي كي تعود معادله من الدرجه الاولى واش ندير؟ ننقل تولي لي لإكس واش تساوي لي ناقص بي. كي واش درت انايا؟ كانت بالموجب رديتها مني بالسالب. سما اكس واش تساوي لي؟ ناقص بي. كانت مضروبه تولي ناقص بي على تولي لي بالقسمه هكا. طيب دوك واش عندي؟ انا مادام درت معادله صفريه واش معناها؟ واش هو الحل؟ هذا واش معناها معادله صفريه؟ واش هو الحل اللي عنده هذيك المعادله تنعدم لي؟ تسمى كي نعوض بهذاك الاكس معادله تساوي للزيرو. هاني واش لقيتو ناقص بي على دونك انا واش نروح ندير؟ نروح نحطو في الجدول تاع الاشاره اللي تاعي كيفاش راح يكون؟ راح يجيني هكذا. نكتب هنا الاكس، نكتب هنا المعادله اللي راح ندرسها الاشاره. هنا واش نحط مجموعه التعريف من الفوق. ليكيب واش معناها مجموعه التعريف؟ مجموعه التعريف هي لا كارت ناسيونال تاع الداله، يعني لانترفال اللي تقدر الداله تاعي انايا تلعب لي فيه كيما تحب، خارجو ما تقدرش هكا. نحط الانترفال تاعي هنا ناقص بي على ناقص بي على هذا واش هو الحل انعدمت لي عنده الداله اللي خدمته انا واش في المعادله الصفريه. ونروح نحطو فوالا بلي راهي انعدم هنا. تابع معايا هنا الدنيا منظمه. واش كاتبت لك هنايا؟ نفس عكس
وش معناها نفس او عكس نفس اشاره عكس اشاره اشاره هذه من نجيبها نطلع للتمرين. ولا قلت لك انايا الشكل تاعها من شكل اكس زائد بي. ولا قلت لك الشكل تاعها من شكل اكس زائد بي. دونك انا كي نطلع ونشوف كيما انا نديرو مثال اعطاني ناقص اكس زائد واحد، قال لي ادرسي لها الاشاره. تبع معايا مليح المثال لهنا، شوف معايا مليح. اعطاني ناقص اكس زائد واحد، قال لي درسي لها الاشاره. واش نروح نديرها تساوي لي الزيرو. هاي قلنا باش ندرسو الاشاره نحطو تساوي الزيرو. نبدا ناقص اكس واش تساوي لي ناقص واحد. يا اخي ننقل من هنا طرا بيان، تروح ناقص مع الناقص خي هكا. واش تقعد لي اكس تساوي لي الواحد. هذه هي نفسها بعدا شغل واحد تعاود تقسم هي نفسها تقعد لي اكس تساوي لي واحد. طرا بيان نروح ندير الجدول تاعي. مالنا قلنا نكتبو اكس، انا نكتبو الداله. واش ندير لهنا ناقص اكس زائد واحد ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه وواحد. هاي نفس اشاره عكس اشاره واش هو الاشاره تاعنا؟ هي اللي لاصقه في الاكس هنا. اتونسيون تقول لي تاعي زيرو. كيما باغ اكزومبل نعطيك كيما هكا ونقول لك هاي الوحده تاعي راهي اكس زائد زوج، نقول لك قداه البي تقول لي زوج باينه، نقول لك قداه تقول لي زيرو، تدي زيرو ديريكت. اتونسيون تاعي راهو واحد كيعود ما يبانش مفروزه. اي نفسها هذه اي نفسها واحد اكس زائد زوج اي نفسها، وهنايا اي نفسها ناقص واحد اكس زائد واحد. دونك الاكس نمشي هو ناقص واحد ناقص زائد نفس اشاره عكس اشاره وهذه هي الاشاره المعادله من الدرجه الاولى. دونك اي معادله من الدرجه الاولى عطاك وقال لك دير الاشاره تاعها، تعرف باللي الشكل تاعها راه من الشكل لاكس زائد بي. باش تدرس الاشاره تاعها واش تروح دير؟ تروح تحطها تساوي صفر. كي تروح تحطها تساوي صفر عندك تروح تشوف الحل اللي راح تنعدم عنده. كيفاش تروح تشوف؟ تنقل من هي الموجب يولي سالب ولا سالب يولي موجب، اي تدي وتجيب هذه. عندي الضرب تولي قسمه والقسمه تولي ضرب بطبيعه الحال. من بعد يخرج كذاك الحل اللي تنعدم عنده، تروح تدير الله الجدول هذاك كيما هذا. هنا تكتب لي الداله تاعك اللي قال لك درسها الاشاره، وهنا تكتب لي الانترفال تاعك اللي راه يدور فيه. عندي نفس اشارتها نفس اشارتها، دير لي هذه الدوره هنا بمعنى عند ناقص بي على راهي تنعدم لي المعادله. شكون اللي ما فهمش فيكم نحل لكم لي كومونتير وقولوا لي شكون اللي ما فهمش. شكون اللي ما فهمش فيكم ليكيب بحاجه يقول لي. هيا اللي ما فهمش نعاود له. هيا ليكيب هاي ما فهمتش ياسمين. دوك نقول دوك نعاود لك. عاودي لي مفهوم شكرا طيب. هاي عسنا كاينين دوكا وين جيت ما كانش مشكل. اللي جاو دوكا مرحبا بكم كملوا معنا. الشيء اللي راهو استناو شوف الشيء اللي راكم تشوفوا فيه دوكا ومن بعد ندير بعدا بربي ان شاء الله ما على باليش قادر تصرا اي حاجه. اختار سجلت اللايف دخلت لي الكاميرا فصلت لي ما تديروش. هاي نعاودوا قلنا عندي معادله من الدرجه الاولى باش ندرسها اي معادله اي داله اي حاجه نجي ندرسها الاشاره تاعها. واش نروح ندير؟ قلنا نروح نديرها معادله صفريه. بدينا باول معادله عندنا معادله من الدرجه الاولى. قلنا الشكل تاعها من الشكل لاكس زائد بي. بما انه من الشكل لاكس زائد بي واش نروح ندير؟ نحطها تساوي زيرو. هاني حطيتها هنا تساوي زيرو. كي نروح نحطها تساوي زيرو هذه مادام سامبل ما فيها حتى حاجه فيها غير النقل ننقل. قلنا الزايد يولي سالب والضرب يولي لي قسمه. صلاة عمي واش نروح ندير؟ صافي سلام نروح ندير ها خرج لي الحل اللي راح تنعدم لي عنده الداله. دونك عندي اكس يساوي ناقص ب الى نحط الحل تاعي هذاك هنا اللي هو ناقص ب الى منها مجموع التعريف اللي هي ناقص ما نهايه وزائد ما نهايه. قلنا مجموع التعريف هي لاكارت ناسيونال اللي تسمح بها الداله باش تزغد لنا فيها. ومن بعد واش نروح ندير؟ نفس اشاره عكس اشاره جينا حلينا هذايا المثال لقينا واش كتبنا عندي ناقص اكس زائد واحد. قلت لك اتونسيون ثم اتونسيون ثم اتونسيون يعطيك كيما لهنا عندي هي اكس زائد 2 ويقول لك وين هو الا هاو الاخير في جنب الاكس وين هو البي هاو. تقولوا الا تاعي زيرو تدي زيرو ديريكتومون. الا راهو ماهوش زيرو راهو واحد كيعود ما يبانش كيعود يبان ومكتوب خالص سي بون وتهزوا بيه بالاشاره تاعو. باغ اكزومبل هذه اكس ناقص 2 تقولوا البي راهي ناقص 2 كومبلي مش 2 برك
سي بون طيب. نجي لهنا هاو الأ تاعنا قلنا وهاو البي. واش نروح ندير؟ ننقل من هنا تولي لي ناقص واحد، تروح لي الناقصة اللي مع الناقصة دي تقعد لي إكس تساوي لي واحد، ونروح نحط الواحد في الجدول تاعي منها نفس إشارة أ ومنها عكس إشارة أ. الأ هذه واش فيها؟ راهي ناقصة. ها الأ هنا واش تساوي لي؟ ناقص واحد. ناقص واحد واش هو الإشارة تاعو؟ إشارة سالبة تسمى ناقص زايد. سي بون نورمالمون هكا راهي مفهومة. هكا ليكيب نورمالمون باذن الله راهي مفهومه على الاخر. دوك نمشيو باش ما نتعطلوش. نروحو عندي المعادله من الدرجه الثانيه. المعادله من الدرجه الثانيه هذه راهي من الشكل ا لاكس مربع زائد بي لاكس زائد سي. واش معناها؟ دوكا عندي شكل معين، هاو الأ تاعي هاو البي تاعي هاو السي تاعي، هذا هو الشكل تاعها. باه ندرسها بيان سور تخطط بالفرنسي ديالك عندك لازم نحل معادله صفريه. هذا قانون واحد ما يهضر معاك فيه، لازم نحل معادله صفريه. وفي المعادله من الدرجه الثانيه واش نستخدم هنايا؟ واش درنا؟ قلنا هنا ما نقدرش ننقل. كي نعود ما نقدرش ننقل واش لازم ندير؟ نروح نحسب المميز دالتا. المميز دالتا دا قريتو اون دوزيام ماني. المميز دالتا دا واش يقول؟ المميز دالتا قانون بي مربع ناقص 4 ا في سي. استاذه منين نجيب انايا الا والبي والسي؟ باينه خلاص. هاو الأ تاعك هاو البي تاعك وهاو السي تاعك. دونك الأ والبي والسي وين راهم متواجدين في العباره اللي مدها لك. استاذه مد لي انايا فرضا، انا كنمد في افكار تمارين نحل لك مليح. فرضا عطاني هكا 2 اكس مربع زائد 3 اكس وسكت وقال لي درس اشاره تحط انا تساوي صفر. كيفاش ندير استاذه السي؟ السي تاعك يا سي خونا راهي تساوي صفر. وقلنا اي معامل ما تلقاوهاش. ما لقيتش المعامل تاع هنايا. هنا واش كتبت لك انايا؟ حيث وين راحت؟ أني كاتبت لك حيث أ لا تساوي للزيرو. على أ لا تساوي للزيرو كيما الفوقانية كنت عاودها لي تروح للزيرو واش تولي لي؟ معادلة من الدرجة الأولى ما تسماش معادلة من الدرجة الثانية. دونك عندك كي ما تلقاش الإكس ولا ما تلقاش داك العدد اللي وحده افهم باللي يا البي تساوي الزيرو يا سي تساوي الزيرو. علاه؟ كي تلقى أنت درك هكا 2 إكس مربع زائد 3 باغ إكزومبل تساوي الزيرو، معناها هذا راهو يساوي الزيرو، معناها البي تاعي راهو يساوي الزيرو. أي كي شغل زائد 0 إكس تساوي الزيرو. هذه غير نقدر ما نكتبهاش. ولا العكس هنا ثاني يشغل زائد 0 تساوي الزيرو. هنا في الحاله هذه سي راهو يساوي صفر، وهنا في الحاله هذه بي راهو يساوي صفر. هكا باش ما تغلطش برك. هذه هي الحكايه. قلنا نحسب المميز دالتا. المميز دالتا هادي وهادي وهادي تلقاهم في العباره. باه ما نغلطش اساتذه وين فين تغلطوا نتوما غلطاتكم واش ديروا؟ كي تروحوا تحسبوا المميز دالتا تغلطوا في الاشاره. هذه هي طبيعتكم نتوما. نعطيك مثال. عندي اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 4 راح نحسب لها دالتا. الباقي ها هو تهز 3 عندك واش تدي زيرو ماشي حتى 3 ناقص 3 لكل مربع. علاه؟ البي ماهوش 3، البي وبي بإشارته. وهذه هي الغلطة اللي تغلطوا فيها نتوما في التمرين. بي مربع عندي ناقص 4 في أ. الأ قداه هنا قلنا كي متفرغ ماهوش زيرو، في 1 في قداه في 4 اللي هو السي تاعي. هكا كون جات السي باغ اكزومبل هنا ناقص 4 واش ندير؟ هذه نهزها ناقص 4 بعد ما نحشم ما نخاف. هكا اللي كيبكاش حشمه في البال هكا سينو تدي زيرو. ما تخرج بالواد كيما هنا ما تضركش اي مربع، اي تضرك في الأ والسي توله ما تهزمش بالاشاره قسموا بالله تدي زيرو. دونك عندي هذا الدالتا هذا في 3 حالات، في الحاله الاولى في الحاله الثانيه وفي الحاله الثانيه الثالثه. عندك الحاله الاولى دالتا اكبر من صفر. واش معناها دالتا اكبر من صفر؟ حسبت الدالتا تاعك، خدمت خدمتك، درت بالقانون، درت بمربع ناقص 4 في سي وخرجت لك النتيجه موجبه 49 100 1000 ما على باليش نمشي. المهم النتيجه موجبه. واش تقول؟ هاكي بعد تكتب المعادلة تقبل حلين مختلفين. سما بما أن دالتا أكبر من صفر فإن المعادلة تقبل حلين مختلفين. وش هما الحلين المختلفين هادو؟ الحلين المختلفين هادو سيدي المشاهد وسيدتي المشاهدة عندهم قانون. إكس واحد وش هي؟ ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2 أ. إكس 2 وش هو؟ ناقص بي زايد جذر دالتا على 2 أ. سما وش هو الفرق ما بين هذا وما بين هذا؟ هذا بالطرح هذا به بالجمع. الطريقه دوكا انايا ا والبي وهادو والدالتا من نجيبها معلومه. كي تحسب الدالتا راح يولي معلوم. الأ تاعك ها هو والبي تاعك هادو ها هو. عاد البي ما كاش عاد السي ما كاش نكتبو صفر بطبيعه الحال وما نخاف ما نهب.
سي بون. طيب دوكا نروحو الله لجدول الاشاره. تبع معايا عندي كاينه خاصيه يقولها خاصيه النعناع. التنعنيع هنا ما عندناش مشكل. واش عندي جدول الاشاره. عندي ديما نكتب، قلنا هنايا الداله اللي راح ندرسها انا الانترفال. عندي اكس واحد واكس اثنين هما اللي راح تنعدم لي عندها. نروح ندير نفس اشاره عكس اشاره نفس اشاره عند الجيران برا نفس اشاره عندنا في الدار الداخل عكس اشاره سما برا نعطيهم الوجه، في الدار ما نديرلهمش الوجه. برا نفس، الداخل عكس. الداخل ما فيهاش خلاص هذا سي بون. دونك اشفاو على كلمه ناع نفس وفي النص عكس. سي بون. تعلمي نعنوك. هاي وين نروحو دركا؟ الحاله الثانيه دلتا يساوي الصفر. كي يعود دلتا تاعي يساوي زيرو، واش نروح نقول؟ بما ان دلتا يساوي الصفر سما كي تحسبو يخرج لك زيرو، المعادله تقبل واش؟ حلا واحدا مضاعف. المعادله تقبل حلا واحدا مضاعف. ليكيب هذه الاس ديما تكتبوها، ما معناتها اللي تكتبها اس تساوي شغل تحط فيها الحلول اللي يخرجوا لك اللي هربوا تقدروا تنساوها. هذه المنهجيه. عندي تقبل حل واحدا مضاعف. نحل المضاعف هذاك ها ناقص ب على 2 على قلنا هذا ناقص ب على 2 جبت انا من راسي، جبتهاش من راسي. روح شوف معايا هنا، عوضي تشوف هذا بالزيرو واش تقعد لي؟ قالت لي ولا ما قالتليش؟ قالت لي ناقص ب على 2 سما ملي جابوها كنعوض درتها بالزيرو هنا ولا هنايا تقعد لي ديما ناقص 2 على ناقص ب على 2 ولي تخرج لي اكس واحد ناقص ب على 2 وزيد تخرج لي اكس 2 بعد ناقص ب على 2 عليها سموه بالحليه المضاعف. دونك الاشاره تاعو كيفاش راح تكون نخدم نفس الخدمه. هنا تولي نفس اشاره نفس اشاره تولي تتخلط لي بين هذه وبين هذه راهي معادله من الدرجه الاولى. يكون الحل تاعها ما كانش ماهوش مضاعف ويكون نفس اشاره عكس اشاره هنا الحل راهو مضاعف وتكون نفس اشاره نفس اشاره ونروحو دوكا الحاله الثالثه. كيعود الدالة تاعي يشبه اقل من الصفر. كيعود الدالة تاعك اقل من الصفر دونك شنو يصرى لي؟ المعادله لا تقبل حلولا. ما كاينش غدره ومن المعادله لا تقبل حلول. دونك دير نفس الجدول بعدا نفس التشكيله. ما كانش الململ واحد اللي يقطع الناس ما كاينش اللي يعدل. واش تولي لي؟ نفس اشاره ديريكت. هكا ليكيب. دوكا نورمالمون كون فهمتوني بالبيان. دونك ارواحو نخدمو هذه اللي درناها كمستبقه شهيره. ولا اصبروا نعطيكم مثال اخر تاع المول واحد ودوك نعت لكم. دوك يبدا اللعب الخامس نعت لك كيفاش تخرج الحلول هادو كومبلي اللي كنا نهضروا عليهم بالكالكولاتريس وكيفاه تدرس الاشاره بالكالكولاتريس. الفان تعيط باذن الله. قولوا لي اسكو فهمتوا ولا ها يا ليكيب فهمتوا ولا ها يقولوا لي باه نروح نعطيكم كيفاش تخدموا بالكالكولاتريس. هاي هزوا لي كالكولاتريس كامل جماعه اليوتيوب هز الكالكولاتريس، جماعه الانستغرام هز الكالكولاتريس. ما شاء الله الله ينورك شكرا. استعداد المعادلات غير درك جيت فحله اللي جا هذا وين دخل ولقى روحو روطار باذن الله من بعد عاودي لنا سي تساوي صفر. ليكيب سي تساوي صفر. انا واش قلت لك بلي عندنا اي معادله يمدها لي انا اي معادله عندي شغل لو مول تاعها هذا حيكونوا فيه مجاهيل. عندي من الشكل قلنا ا لاكس مربع زائد بي لاكس زائد سي ولا من الشكل ا لاكس زائد بي. دوك انايا كي يعطيني هذه هكذا عندي فيها زوج وحيد، يا يعطيها لي ا لاكس مربع زائد بي لاكس يا يمدها لي ا لاكس مربع زائد سي. فهمتوني؟ في الحاله هذه سي يساوي صفر، في الحاله هذه البي يساوي صفر. راكم معايا؟ قلت لكم الان ما يقدرش يساوي صفر. سما لهنا هادو في الحالتين يا سي يساوي صفر يا بي يساوي صفر. في الحاله هذه يقدر يمدها لك هكا برك، يقدر يمدها لك وانا تقولي البي تاعي يساوي لي صفر. هادو هما الحالات تاع يساوي صفر يقدروا يمدوهم لكم. يا يكون سي يساوي صفر يعني ما تلقاش يعطيها لك هكا برك، يا تلقى اكس مربع وعاد يكون البي يساوي صفر. قلنا لا تساوي صفر في كل الاحوال. سيرون تولي لا معادله لا من الدرجه الاولى لا من الدرجه الثانيه.
كاين تسيير الفحله، كاين هي تبعي او قلت لكم بكل تسيير اقتصاد علميين تقنيه رياضي يقعدوا بكل تستفادوا بكل كيما نتوما التسيير الدواوين تاعكم هذه دروس ادبيين يا يقعد يا تستفاد يا الادبيين هادو الشهادات الادبيه هادو المعادلات اكيد تقراهم ادبيه بعد اكيد تقراهم اكيد تقراي المعادله من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه بالتفصيل. هاي ليكيب هاي تبعوا معايا الله يعيشكم. هاي نروحوا دركا للجلاب الخشين، نروحوا للكالكيلاتريس واسطول الكالكيلاتريس وخط الكالكيلاتريس. تابع معايا هنا هات لنا تشوفوا هنا من الملخص هذا الله او الملخص ايا تقولوا شنو ها كتبت يدي ها صبروا تشوفوا هاي معادلة من الدرجة الثانية. عندي إكس مربع زايد 3 إكس ناقص 10 تساوي لي زيرو. هاكا اللي كيتبع معايا مليح. هادي رايحة نحلها كمعادلة من الدرجة الثانية. شتها من الدرجة الثانية ما نخممش طول واش نروح ندير دالتا يساوي لي ب مربع ناقص 4 في سي. واش يساوي لي؟ نبدا نعوض. هاي عوض معايا عوض هز ورقة وسطك بدا تخدم بدا سرح كتافك سرح يديك عندك قرا ما قريتش نبدا. واش عندي؟ ب مربع هذا هو البي ولا لا؟ هذا هو السي بالاشاره عندك تهزو غشره راك تدير زيرو. هذا هو الأ قلنا لي هو واحد او ما يبانليش. عندي 3 مربع ناقص 4 مربع كومبري ناقص 4 في ناقص 10 في 1. هاي نعوض صبرت ما درت والو. 3 مربع 9 ناقص 4 في ناقص 10 في 1 زايد 40. واش خرجت لي؟ 49. 49 واش بها؟ موجبه ولا سالبه؟ 49 راهي اكبر من الصفر سما راهي موجبه. واش من رانا من مثال رانا في هذه رانا في الحاله الاولى. واش نجي ندير؟ نروح عندك بما ان دالتا اكبر من الصفر ومنه المعادلات تقبل حلان مختلفان. هكا نروح اكس واحد تاعي واش يساوي لي؟ ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2 هذا هو القانون تحفظوا معايا. اللي ما يحفظوش يدي زيرو. ناقص بي وين البي؟ هاي ناقص 3 ناقص جذر دالتا اللي هو 49 على 2 2 في 1. عندي اكس 2 وش هو؟ ناقص بي زايد جذر دالتا على 2 وش هو اللي قلنا عندي ناقص 3 زايد جذر 49 على 2. واش تساوي لي؟ واش تساوي لي؟ احسب بالكالكيلاتريس تخرج لك هنايا ناقص 5 وهنايا 2. الاس تاعي دونك واش تساوي لي؟ ناقص 5 و2. واش نروح نديرها لي كيف؟ انا هدايه طلعت لي بالكالكيلاتريس وما نخدمش مخي ما كسرتش مخي. هاز شوف الكالكيلاتريس تبع معايا. هاز الكالكيلاتريس اصبر نشوف يا اخي تبان لكم في زوج لهنا في التليفونات في زوج. هاي شوفوا نبداو بجماعه اليوتيوب ومن بعد نسطيو. المهم هزوا كل التليفونات. واش عندي لي كالكيلاتريس ندير مود على مود هاي مود في جنب الاون بعدا دير تشوف مود 5 يخرج لك طابلو كيما هاك. تابع شاف الطابلو اللي يخرج لك مود 5 يخرجوا لك الربع اختيارات هذو. شوفي انت مع الزوج الاخرين واش كاتب لك؟ كاتب لك لي اكس مربع زايد بي لي اكس زايد سي. لي اكس مربع زايد بي لي اكس زايد سي. هذه واش تفكرك بالمعادله من الدرجه الثانيه. في الرابع كاتب لك لي اكس مكعب زايد بي لي اكس مربع زايد سي لي اكس زايد دي. تبع مليح شاف مليح. واش دير انت؟ تتكا على 3 كي تتكا على 3 علاه بصح نحلو معادله من الدرجه الثانيه حنايا يخرجوا لك هاد الخانات و بي و سي. يخرجوا لك 3 خانات ا و بي و سي. واش تروح دير؟ نتايا تروح تعوض فيهم هادو تعمرهم بالا والبي والسي اللي عندك هنا. اروح لهنا الA تاعي قدا تساوي لي 1 البي تاعي قدا تساوي لي 3 السي تاعي قدا تساوي لي ناقص 10. دونك الA تاعي 1 تتكا على 1 كيما هكا ودير تساوي هي تسطي لك هاد طبال الكحله للطرف الثاني. طبال الكحله تسطي لك الطرف الثاني. البي قداه 3 تساوي طبال الكحله تسطي لك اللي وراها صايبو. دوك السي قداه ناقص 10. هاني كسبتها
تساوي زد دير لي تساوي واش مدت لك 2 تساوي ناقص 5 يعني كبيره. دونك انا الكالكولاتريس كي نخدم بها واش تمديت شكون هذوك الحلول مش مرتبين. شفتوا الحل الصغيره هذا اكس واحد هو الصغير و اكس 2 هو الكبير. دونك اكس واحد كي تمدك الكالكولاتريس بالطريقه هذه الكالكولاتريس راهي تمدك الحلول بكل. كي تمدك الكالكولاتريس هكا تروح تكتب الحل الصغير هو في الاكس واحد تسمى الاكس واحد هو ناقص 5 والاكس 2 هو العدد الكبير. الكالكولاتريس قادر كي تحسب بها تعطيك عدد بالاي. شنو كي تمدك بالاي راكم في الحاله هذه تاع اقل من الصفر. كي تشوف هذا الاي في الكالكولاتريس افهم بلي راهي لا تقبل الحلول. سي بون نعاودها معكم على بالي تقولوا لي عاودينا. عاود شوف الكالكولاتريس عاودوا نرجعوا باش ترجعوا من هذه ديروا مود واحد. عندي مود 5 يخرجوا لكم هاد الاختيارات الربعه مود 5 ونروح ندير 3 انا باسكو راني في معادله من الدرجه الثانيه. كون جيت في معادله من الدرجه الثالثه دوك ندير 3 تخرج لي هكذا الا والبي والسي. واش نروح ندير نعوض الا والبي والسي واش يساوي. الا هي قدام واحد هاني تكيت في واحد تساوي تعمرت الخانه الاولى. البي 3 تساوي السي ناقص 10 تساوي هاو الحل الاول هاو الحل الثاني. انا نهز الحل الثاني هو الحل الاول هو الصغير والحل الثاني هو الكبير. فهمتوني يا ليكيب؟ فهمتوني ولا ها؟ هذه الكالكولاتريس هكا تقدر تحل المعادلات كومبلي. شتي نقول لك كومبلي معناه نزوم لكم شويه معنى هذا مادام بعثت لنا النار بلي يفهم. هيا الحمد لله سيدي كومبلي تقدر تحل المعادلات كاملين من الاول للاخر تحلهم بكل من ا لزد بالكالكولاتريس بهذه اللقطه. هاد اللقطه اللي كنت نعد لكم فيها نعاودو نرجعو. ها عندك الا يعطيك الا ويعطيك البي ويعطيك السي. عودي ديري لنا لايف هكا تعجبوني او ديروا المسلسليات عندكم فيديو قصف راه محطوط في اليوتيوب. لا الفيديو تاع امري بصح باذن الله بربي ان شاء الله ندير لكم كل محور ندير لكم سنة واش بيه هذا هاي بليت نعود ندير لكم بربي ان شاء الله كل محور ندير لكم عليه واحد. نعاود لكم بالكالكولاتريس الناس تقول لي عاودينا. مود واحد نرجعوا نديروا مود هاديه مود 5 يخرجوا لي هاد الربع اختيارات. ندير الاختيار الثالث كي نعود في المعادله من الدرجه الثانيه. الاختيار الرابع كي نعود في معادله من الدرجه الثالثه. اللي كيف ديروا لي كابتشر عليها هكا ديروا لي كابتشر طري بيان بعد بعثوها لي هكذا. ومن بعد واش نروح ندير قناتي دوك نحط لكم في الستوري من بعد. ومن بعد نروح ندير 3 غنتك على 3 يخرجوا لي هذا الربع كازات. نبدا نعمر فيهم بشويه اللي هي الا تاعي قدام واحد تساوي البي 3 تساوي السي ناقص 10 تساوي الحل الاول الحل الثاني. سي بون ايكيب سهل طيب. وهو المطلوب هكذا تكمل تخدم لي المعادلات بكل. معادله من الدرجه الثالثه معادله من بليشناوشيه تعوض برك تهز الا والبي والسي تاعك تعوض بهم ويمدوا لك الحلول. دوكا نروحوا كيفاش تمد لنا الاشارات الداله. نعت لكم الطريقه اللي ترسم بها المنحنى يخرجوا لك هك تدير وكيفاه تدرس بها كيفاش تعطيك الكالكولاتريس اشاره اي عباره كانت اي مداله كانت اي معادله كانت. تابع معايا طابي في الكالكولاتريس مود 7 نروحو ندرسو وين راحت. ندرسو المثال اللي درناه قبيل ناقص اكس زائد 1 يساوي 0. خي مدت لنا هكا الاشاره مدتنا في 1 انا حسبتكش ما نعيط لي ما حبس قلبي. عندك هنا ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه
منا جات سالبه موجبه. يا اخي هكا خرجت لنا قبيله الاشاره تاع العباره. تابع معايا كيفاش دوك نعطيك كيفاش تتاكد بها بالكالكولاتريس. تابع معايا، تبع مليح، تبع. نبداو. شوف معايا هنايا، يعني نبداو بجماعه اليوتيوب ونقول لكم نتوما راكم تشوفوا نورمالمون كامل. مود 7 راك معايا، مود 7. كي دير مود 7 واش تجيك؟ شوفوا هنايا مود 7، هاي مود كيما تسكينه قبيل، مود 7 تخرج لك اف لي اكس تساوي طري بيان. دوك واش نروح ندير انايا؟ اكتب لي الداله هذه كيما راهي، هاد العباره كيفاش صدق نكتب الاكس في الكالكولاتريس؟ الفا قوس كيما راني درتو لك بعدا هكا باش تخرج لك الكالكولاتريس. تابع معايا دوك نعاودك كيفاش تكتب بالاله الحاسبه. هاي كيفاش تكتب بالاله الحاسبه، الفا قوس، شفتوا كيف خرجتي الاكس؟ الفا قوس، ها الفا والقوس هذا تخرج كي الاكس. هاي اكتبوها عندكم نتوما ثاني. ها شوف، ها درت مود 7 اف الاكس تساوي كيفاش تكتب الاكس؟ الفا هاهي وها القوس. شتو طري بيان. نكتب العباره دوكا تاعي انايا نورمال. تابع معايا. مازال تفلو الولاد اللايف، مازال فلو ولا فلو ولا ليكيب. الولاد ولا فلو تعدل طرا بيان. هاي قلنا اف لي اكس، نكتب الداله تاعي كيما راهي، هاي ناقص الفا قوس هاهي زايد 1. اكتبوها كيما راهي، ها نكتبها كيما راهي. قلنا الفا قوس باش ديروا الاكس، ندير تساوي تجيكم ستار هاي تخرجك ستار ناقص 5. تكتب ناقص 5 في ستار، ناقص 5 تساوي لي تخرجك اند 5 تساوي لي تجيك ستيب ديروا 0.5 تساوي لي يخرج لك جدول كيما هكذا. تبع معايا في الجدول تاعك واش راهو يقول لي. في الجدول تاعي شافوا، في الجدول تاعي راهو يقول لي ناقص 5 تمد لي. شافوا منا تشوفوا الاشاره تاعي، ها جماعه الانستغرام ها منين تشوف الاشاره تاعك، منا تشوف الاشاره تاعك. هادو هما لي زيكس وهادو هما لي زيكراك. هبط شافوا تبع معايا مليح. هبط كل موجبين نوصلوا شو للزيرو. واش مدت لي 1. نزيد نهبط نوصل للواحد. واش مدت لي 0. سما عند الواحد تنعدم رانا صحاح. بداو شويه سالبه. واش معناها هنايا جماعه اليوتيوب واش لي صرات لي، واش لي دارت لي؟ تبع معايا مليح انا تبع معايا مليح. كانوا الصور موجبين. ها بكل موجبين منها. شوف موجب ما تشوفليش منا، شوف لي منا. ها موجبين لي منا بكل حتى نوصل لوين. شوف كي وصلت للواحد واش مدت لي 0 معناها انعدمت. بعد نهبط واش بهم الصور ولاو لي سالبين. واش معناها ليكيب هنا ولهيه؟ معناها موجبه سالبه. خي بدات لي موجبه ومن بعد مد لي 0 ومن بعد ولات لي سالبه. سما نتايا كي يخرج لك هذاك الجدول في الكالكولاتريس داير كيما هكا، فيه منا لي زيكس ومنا لي زاف
لإكس. منا يجيوك هادو ما تشوفش معاهم الإشارة تاعهم، الإشارة تشوفها منا من الكونتي تاع اف لإكس، مدت لي موجبة 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 وبعد الزيرو بعد سالبة 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 سالبة. معناها راهي موجبة تنعلم بعد سالبة، موجبة تنعلم بعد سالبة. واش معناها؟ معناها الكالكولاتريس، اصبروا هنا سامحونا تاع اليوتيوب، معناها الكالكولاتريس كتر خيرها يرحم والديها مدت لي الاشاره تاع العباره واللي خرجتها انا من قبل. سما بصريح العباره ولا به كلمه خلاف. انت كي تخرج لك الكالكولاتريس نتاعك العباره تاعك تخرجت لك الحل وخرجت لك دوك الاشاره، واش ضمنت؟ راك ضمنت الحلول دوك تاع المعادلات من اليوم، وراك ضمنت الاشارات اي حاجه. الوضع النسبي ديروا بها بالاشاره بها. سما شفت اي لقطه حبت توصلها الاشاره في الدنيا هذه خدمت بالطريقه هذه. دير مود 7 تجيك ستار دير ناقص 5 اند دير 5 ستيب دير نص. شوف تخرج لك الاشاره تاع اي حاجه كانت تاع مشتقه تاع داله تاع فرق اي حاجه حط لها برك انت العباره كانت بالاسيه بالالف تخرج لك الاشاره تجري. الناس اللي ما لحقتش على اللايف من الاول ادخلوا باذن الله اليوتيوب تلقاوهم مسجل غير لك ما صرالنا الله. هذا دوكا وين نروحو؟ كملنا علينا هذا الاسطول كومبليت تاع المعلومات. دوك نروحو للمتراجحات. ليكيب نتوما تخافوا من كلمه متراجحه. المتراجحه راهي سهله جدا 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 جدا. واش معناها كلمه متراجحه؟ متراجحه هي تلقاها هكذا بهذا الوحيد هنا باش تعرفها متراجحه، يا اكبر تماما ولا اكبر او يساوي صفر. الناس اللي ما تعرفش هذا واش معناه ولا ما تفرقش ما بين هذه وما بين هذه، كي تكون وحدها معناها اكبر تماما، كي تعود فيها الفليشه هذيك من تحت ولا الطرف هذاك اللي من اللوطه معناها اكبر تماما ولا اكبر او يساوي ولا اقل تماما ولا اقل او يساوي. هذه هي الحاجه الاولى بالدرجه الاولى لازم تعرفوها. الحاجه الثانيه واش راح تقول لي؟ راح تقول لي باللي هنا واش قلت انايا هنا تخدم حل المعادله عاديا. يعني شفت انت كي تلمح بلي كاينه متراجحه خويا اختي العزيزه مراكي بوا مور حبسي كيما راكي واش تروحي ديري؟ تحلي معادله عاديه. شفت هذا الفيلم اللي درناه هنايا تحلو كيما راه. ليكيب ما تنساوش ديروا لنا ريكورد خفيف من بعد باش نحطوه مع بعضها. هاكا راني قلت لكم ديروا ريكورد. عندك هنا تخدم حل معادله عاديه جدا. توصل لجدول الاشاره تبعني. كي توصل لجدول الاشاره تبعني معناها تخدم لي هذه الخدمه بكل. كي توصل لي لهنا كي توصل لي وتخرج لي هذا الجدول تاع الاشاره تبع معايا. سما عندك زوج، لا معادله من الدرجه الاولى تخدم هكا، معادله من الدرجه الثانيه تخدم هكا. عندك معادله من الدرجه الثالثه تخدم كيما انا عدت لك قبيل تخرج الحلول كيفاش تحلها وكيف توصل الاشاره. تروح الاشاره بحكايه تاع مود 7 طيب توصل جدول الاشاره واش تروح دير؟ لا قال لك اكبر تماما ولا اكبر او يساوي. شوف واش كتبت لك نهز المجال الموجب معناها نروح لهنا ونهز المجال الموجب تاعي كيما هنايا نهز هذا المجال. كي تكون اكبر بلا فليشه اللي تحتها نقفل المجال، كي تعود اكبر او تساوي نفسح المجال. نهز المجال السالب كي تعود اقل ولا اقل او يساوي. خويا العزيز اختي العزيزه ما تخبطي ما تدوخي. واش عندي قلنا نفتح نهز مجال اقل ولا اقل او يساوي. كي يعطيني ايه بار اكزومبل لا فرضا اعطاني هذه هكذا قال لي اكبر تماما من الصفر. واش معناها؟ راني في الحاله الاولى كي تعود اكبر تماما من الصفر نهز المجال الموجب. كي نهز المجال الموجب واش معناها؟ نروح نخدم هذه معناها نقول له اخي هذه هي اللي كانت بالبليس معناها نحل نقول له اكس ينتمي من ناقص ما لا نهايه للواحد. دوك انا ناقص ما لا نهايه انا ديما نفتح فيها ناقص ما لا نهايه ولا زيد ما لا نهايه. عندك كنت تغلق للشيخ المجالات اي طيت غاشا اي اوفيسيال اتونسيون عينك ديما تفتح المجالات. دوك في الواحد لا عاد اكبر تماما وسكت نفتح ما نقفلش. لا عاد اقل او يساوي نقفل. هنا واش قال لي؟ اكبر تماما. دونك ندير هكا من ناقص ما لا نهايه الواحد. كون جاتني اقل او يساوي دوك واش نروح ندير؟ نروح نغلق المجال.
سي بون. فهمتوني؟ هذه هي حكايه المتراجحات. واش تروح دير؟ تروح تخدم معادله سامبل، تحل معادله صفريه، تدرسها الاشاره، كي تدرس الاشاره تبعني. كيقول لك اكبر تماما ولا اكبر او يساوي تهز المجال تاعك، كيقول لك اقل ولا اقل او يساوي تهز المجال تاعك السالب. كيقول لك اكبر يعني حاجه كبيره تسمى حاجه موجبه، اقل يعني حاجه صغيره تسمى حاجه سالبه. دوك بقى لنا المشكل في هذه كي تعود هكذا وحدها، وكي تعود فيها الشرطه هذيك اللي من تحت تلقاها وحدها. افتح جد المجالات كومبلي تلقاها معاها هذيك الشريطه اللي تحت هذيك الصغيطه. واش تروح دير؟ في الناقص ما لا نهايه والزايد ما لا نهايه راك تفتح وشوا دوما تفتح لي. وقتها نغلق انايا غير كي نلقاها تحتها الشريطه هذيك الصغيره. سي بون ليكيب. هادو هما المتراجحات. نورمالمون راكم فهمتوني، كاين شويه ما يخرجش فيك الفهم. عاودي استاذ المتراجحات واش قلنا؟ نخدم هنايا نروح نحل معادله عاديه توصل وش هي جدول الاشاره. تبعني عندك زوج حالات، يقول لك اكبر ولا اكبر تماما، اصغر ولا اصغر تماما. نروح للحل الامه، كيقول لي اكبر واصغر. اكبر نهز المجال الموجب، اصغر نهز المجال السالب وفقط. اكبر او يساوي نغلق المجالات، اكبر تماما نفتح المجالات، اقل او يساوي نغلق المجالات، اقل تماما نفتح المجالات. الزايد ما لا نهايه والناقص ما لا نهايه دوما نفتحو قدامك. هذه جامي تغلقها تدي زيرو. سي بون ليكيب. نورمالمون راهي مفهومه على الاخر تاني، ما كانش فهم اكثر من هكذا. راني بسطت لكم المعلومات على الاخر. راني نسيي بربي ان شاء الله مراجعه المكتسبات هذه نعطيك اليوم واش تسحق. حتى المستقيم المقارب اسمها المستقيمات المقاربات والتفسيرات الهندسيه تاع لي ليميت. خطره جايه وش هي؟ كي ندخلوا في الدرس تاع التيرمينال تقراو الاشتقاقيه بالبيان، تقراو الاسئله اللي يقدروا يطيحوا لكم في الدوال كومبري. انا هذه طبيعتي تاع الخدمه، هكا نخدم انا مع تلاميذي في الافواج. عندك تقرا الدوزياماني بحذافيرها كيما هكا، بعدا واش هو النهايات من الصفر تاع الدوزياماني تاع الترمينال، الاشتقاقيه من الصفر تاع الدوزياماني تاع الترمينال. هذه طبيعه معاهم بكل جيستيون ما تكنيك ليتيرار معاهم بكل. بعدا واش هو نوليو كي نخلصوا الاشتقاقيه والمتتاليات ولا الاشتقاقيه والنهايات. سخطا يا ربي واش ندير لكم هادو اللي يسمعوا فيا تلاميذي الافواج. عندك الاسئله المطروحه في جميع الداله طاحت في الدنيا هذه. المماس في حالته الست، الوضع النسبي، عندك التقريب التالفي، الحاله تاعو الخاصه احسن تقريب التالفي ديال معادله المماس بعدا. عندك الاخر كيقولوا له. المهم جميع من وحده كاينه، نرسموا منحنى اخر، كيفاش نخدموا بجدول التغيرات، كيفاش نخرجوا من المعلومات، كيفاش نديروا داله بيانيه، كيفاش المهم بكل هذا تابع معايا. نورمالمون دوك راكم فهمتوا. دوك وين نروحوا للسؤال العجيب اللي ديما يخوفكم، اللي هو السؤال اللي يقولوا له ايجاد الثوابت. ايجاد الثوابت هذا هو سؤال يخوفكم انتوما، وهو والله امني غير سؤال بسيط جدا. تبع معايا مليح، نمحيو شويه الطابلو منا باسكو خربشنا الدعوه بزاف باش تقدروا تفهموني. واش قالوا لنا لهنا؟ قال لك جيد الثوابت يعطيك في تمرين كيما لهنا. اعطاني الداله تاعي اف لي اكس، قال لي جد ا و بي و سي و دي حيث وعطاها لك. تبع معايا مليح زوج كلمات دوك تخرج منها تلقى ا و بي و سي يجريو. اول حاجه نروح نديرها كي نلقاها عباره على كسر كيما هكا، نوحد المقامات. اي اول حاجه ديرها اللي تعرفني ما نعرفك طول وحد المقامات. هاي نوحدوا المقامات مع بعضنا، نوحد المقامات هاديه بس لا انا كي نطابق قال لك كل قدير وقدروا نطابق انا. دوك انت عندك كومبا تاع جيدو تجيب واحد كومبار مع واحد 20 كيلو كيلعب عيوتي له ما كاينش كيفاه يلعب معاه. سما واش هي لازم كل حاجه مع حاجه تاعها. مادام هذا موحد ما نقدرش نطابق مع هذا هو مش موحد، نطابق نردهم في زوج كي الفريد ميزه فايده ونطابق. هاي عندي انا هنايا نستخدم المطابقه. نقول لك استخدم المطابقه ما تخافش، ما تستخدمي حتى طريقه خلاف. المطابقه هي الطريقه اللي راح تتبعك في الدروس كامل. انا بور موا طبق لي، انا عندك في الفيديو جاي قسم اقتصاديه وهورنر الدنيا، بصح انا بور موا تبع لي طريقه سهله تفهمها طريقه ما تنساليش عليها من الاخر تاع العام. علاه باسكو حتخدم في الثوابت، حتخدم عليها في النهايات، حتخدم عليها في قداش من بلاصه. سي بون. هاي
نجيو هنا نوحد المقامات. كيف نوحد المقام؟ الناس اللي ما تعرفش توحد المقام تضرب المقام في البسط وفي المقام بعد. هاي ا اكس زائد بي على اكس زائد واحد مربع، والفوق اكس زائد واحد مربع. اصبروا. زائد سالي اكس زائد دي على اكس زائد واحد مربع. مقام فريد هانا وحدناه، يولي عندي مقام مشترك فريد. واش تولي من الفوق؟ هيا ننشر. هاي كيفاش يجي لي النشر؟ هاي تبع معايا تبع. هاي ينشر هنا وننشر هنا، ننشر هنا وننشر هنا. هاي عندي ا اكس مربع زايد اكس زايد بي اكس زايد اسخ. الله يا ربي يسلمنا. هاني غلط. واش نروح ندير قبل ما ننشر؟ هاي جات واش قرينا قبيل، متطابقه شهيره الثانيه. واش تولي لي؟ تولي لي اكس زايد بي مضروبه هذه. هاي نحلوها مع بعضنا. كيف نعرف بلي متطابقه شهيره الاولى؟ عندي طرف وطرف ما بيناتهم الزايد، طرف وطرف ما بيناتهم الزايد مربع سمارنا صحاح. واش تولي؟ هاي ديروا معايا. طرف اول مربع اكس مربع زائد طرف ثاني مربع واحد مربع زائد 2 في الطرف الاول في الطرف الثاني، سما 2 اكس الواحد هما ما بينوش، زائد سيني اكس زائد دي. واش اللي تساوي؟ دوك ننشر اكس مكعب زائد اكس زائد 2 اكس مربع. ماني قاعده ندير فيه والو، قاعده ننشر. هذا واش راني قاعده ندير. عندي زائد بي اكس مربع زايد بي زايد 2 بي اكس زايد سي اكس زايد دي على اكس زايد واحد مربع. طيب دوك واش نروح ندير ليكيب؟ نروح دوكا وصلت وحدت المقامات ولاو زي بعضهم غير هكا، ولات هذه زي الاخرى. سما في زوج عندهم نفس القيمه، في زوج عندهم نفس القدر، في زوج طوال، في زوج غير موحدين من المقامات. هيا نبدا بالمطابقه. هنا واش نروح ندير؟ نروح نطابق. كيف نطابق ليكيب؟ المطابقه كيف تتم؟ قلنا كل حاجه مع اختها. نطابق الاكس مكعب مع الاكس مكعب، والاكس مربع مع الاكس مربع، والاكس مع الاكس، والعدد مع العدد. تبع معايا مليح. انا قلت لك في المعاملات ما قلتلكش طابق الا مع الا والبي مع البي، قلت لك طابق الاكس مع الاكس مكعب، اكس مكعب مع الاكس مكعب. هاي نبداو نطبقوا واش حنا. هاي تبع معايا بشويه، تبع معايا بشويه درك تفهم. نبداو نطبقوا. صبروا باش نزيد نقشوا في الكلمات اللي تطفيت. هاي نبدا نطبق. واش ندير؟ عندي اكس مكعب من هي، نبدا نهز الاكس مكعب تاعي اللي هنا اللي مجهوله. هاي عندي وحده فريده. حوس معايا طرش كش ما كان اكس مكعب هنايا اخرى ما كانش، سما عندي لاكس مكعب. واش تساوي لي؟ هذه بالاحمر هو هذا اللي بالازرق. هاي تساوي لي لهنا هاي الاكس مكعب اللي عندي انا لهنا. اسكو كان اكس مكعب خلاف؟ ما كانش. تساوي لي اكس مكعب. الاولاد هذه تروح مع هذه ولا ما تروحش؟ طيب واش تقعد لي؟ تساوي لي واحد. اللي ما فهمش نهز الاكس مكعب نحطها مع الاكس مكعب نحطهم مع بعضهم. اكس مكعب اللي فيها المجهول واكس مكعب اللي فيها المعلوم. المجهول واش معناها؟ الا والبي والسي، والمعلوم واش معناها؟ 2 3 4 5. نحطهم نحط في نصهم تساوي. كيما درت هنا عندي هذه وهذه خي هذه ضرب كي تولي لي في المساواة قسمه. واش تخلي لي؟ واحد. طيب دوك وين نروح؟ خلصت الاكس مكعب. طيب دوك نروح للاكس مربع. واش نروح ندير؟ نبدا نهز الاكس مربع. وين الاكس مربع؟ هاي الاكس مربع تاعي. عندي 2 اكس مربع زايد بي اكس مربع. يا هزها كيما راهي ما تخافش منها. لاش تا كاينه 2 خطرات؟ هزها لي في 2 خطرات. حوستي على الاكس مربع قدا كاينه متقرره في العباره وخرجها مني بوك كيما راهي. راح نروحو نهزو الاكس مربع هنا تاعك اللي كاينه 3 اكس مربع. طيب هنا واش كاين تشوف؟ كاين عامل مشترك ولا ما كانش؟ كاين اللي هو الاكس مربع. واش نروح 2 زايد بي واش تساوي لي 3 اكس مربع. تروح الاكس مربع مع الاكس مربع تقعد لي 2 زايد بي واش تساوي لي 3. الاول بي هادو عندي ولا ما عنديش؟ عندي سما عندي 2 اللي هي 1 سما 2 زايد بي تساوي لي 3. البي واش تساوي لي؟
1 3 ناقص 2. نعاود نحكم ندير الاكس مكعب مع الاكس مكعب، اكس مربع مع الاكس مربع، الاكس مع الاكس والعدد مع العدد. بدينا بالاكس مكعب مع الاكس مكعب. حاني واش روح درت؟ حطيت الاكس مكعب كاينه وحده فريده، كون كانوا زايدين زوج غينهز زوج. نجي هنا عندي وحده فريده كانوا كاينين زوج نهز زوج. حطيتها نحيد الاكس مكعب مع الاكس مكعب، قالت لي تساوي 1. دوك وين نروح للاكس مربع. خلصت الاكس مكعب نروح للاكس مربع، نمشي بالترتيب. اكس مربع حطيت الاكس مربع مع الاكس مربع، كانوا عندي زوج اكس مربع، هادي وهادي، يا نهزهم في زوج وما نكسرش راسي. كي نهزهم في زوج تساوي لي منين 3 اكس. المهم خوتي جاتني الدعكه. انا نتقمص لكم الشخصيه تاع داك الاستاذ الصارم، بصح انا في الرياليتي اني مانيش هكا. تعطيني قبيعاك، عندي ملاحظه. هاي نروح عندك 2 باسكو لقيت في لي كومونتير غاشي مجوكي جو هذا. هذيك هدايا الاستاذه ستريكت كيش العقد هاك كي نعودو من بعد هاي زاله. تفكر جاتني الدعكه. هاي عندي 2 واش درت انايا؟ لا وهنا وشوا كاين عامل مشترك. نخلص الاكس مربع كعامل مشترك وبعد واش نروح ندير؟ نعيد اكس مربع مع اكس مربع واش تقعد دير والبي. هذه كانت عندي من قبل سما نعوضها سي بون تخرج البي. دوك نفس الطريقه خلصت المربع. دوك نروح للاكس. اخي عندي زوج انا نجبدهم في زوج. 2 بي لاكس زائد سي لاكس واش تساوي؟ نروح اللي عندي هنا عندي اكس فريده 6 اكس. نفس السيستم نخرج الاكس كعامل مشترك. 2 بي زائد سي تساوي لي 6 اكس. تروح الاكس مع الاكس تقعد لي 2 في 1 اللي هي 2 زائد سي تساوي لي 6. سي واش تساوي لي 6 ناقص 2 واللي تساوي لي 4. اصبروا تشوفوا دقيقه. كاين 6 اكس نشوفوا الا كان سي نورمالمون ما خرجتلناش هنايا. دابا كيما كاينه غليظه درناها. هي سي متخرجش 4 تخرج 3 لازم. عندك فغلطنا سي لي اكس شتو فغلط. شتو ولا ما شتوش هاني فاش غلط. نسيت اكس. شتو غلطه كيما تسلكم القالي الكثير. تساوي لي 6 اكس. نخرج اكس كعامل مشترك. 2 بي زائد سي زائد واش تساوي لي 6 اكس. تروح الاكس مع اكس تقعد لي 2 زائد 1 زائد سي تساوي لي 6. 3 زائد سي تساوي لي 6. سي واش تساوي لي 6 ناقص 3 واللي تساوي لي 3. قلنا علاش هنا يعني درتكم المثال هذا وفيه مجاهيل كامل. تسمى مستحيل راح تلقى مجهول خارج هذا المجهول. مستحيلات 200 لكن راح تلقى مجهول خارج هذا المجهول. فهمتوا؟ هذه الحاجه اللي زمان نضمنها لك. محال راح تلقى مجهول خارج هذا المجهول. دونك عندي سي خارج هذا المجاهيل سما واش هي مام كاينين في 3 200 في 3. دوك بقاو الاخرين خلصت سما خلصت هذه نوصل لهذه عد مع عدد. هاي عد مع عدد. روحوا شوفوا نديروها عد مع عدد. واش عندي؟ قالت لي هذه وهذو هما اللي يخرجوا مع بعضهم. بي زائد دي واش تساوي لي؟ وين راح نحط الوحده؟ تساوي لي 3. تساوي لي 3. هذا هو العدد الوحيد اللي بقى لي. هنا ما كاين عامل مشترك لا والو. البي تاعي راهو 1 زائد دي تساوي لي 3. دي واش تساوي لي؟ صعاب المجاهيل الولاد، صعاب المجاهيل تخافوا منهم ساهلين. اميها دونك واش درت؟ نحكم ديما نوحد المقامات باش يكونوا زي بعضهم. مور ما نوحد المقامات واش نروح ندير؟ نروح نخدم خدمتي عادي جدا. نروح نطابق النظام. كيفاش نطابق الاكس مع الاكس، العدد مع العدد، ولا الاكس مربع مع الاكس مربع، والاكس مكعب مع الاكس مكعب. جماعه الانستغرام اسكو غادي تفهموا ولا لا؟ قولوا لي فهمتوا ولا؟ ليكيب المتطابقات راني فتهم قبل خلاص. دوك تلقاوهم ان شاء الله. لا كتب ربي يحط لنا الفيديو في اليوتيوب تلقاوهم في اليوتيوب. هاي فهمتوا ليكيب؟ قولوا لي فهمتوا ولا؟ نعم مفهوم. هاي طيب يعني هكا
نكونوا خلصنا الجزء هذا. دوك ندخلوا في هيكل الداله، العنصر الاول من هيكل الداله ونخلصوا ان شاء الله الدوره تاعنا اليوم اللي هي لي ليميت النهايه. الاولاد لا ليميت اول حاجه هذه وين نحسبها عند اطراف مجموع التعريف. ما تروحش تحسب لي لا ليميت في اي بلاصه ماهوش سوق، تروح تحسب لي لا ليميت عند اطراف مجموع التعريف. تسمى كي يكتب لك هو عند اطراف مجموع التعريف يكتب لك اللقطه كيما هكذا بعدا، يكتب لك كيما هكذا، يقول لك ار ما عدا الواحد كيما خطره قال لي واحد قال لي ار ناقص واحد، يعني الشيطان هو اللي يموت لك. ار ما عدا الواحد واش معناها؟ معناها من ناقص ما لا نهايه للواحد مفتوح اتحاد من واحد لزايد ما لا نهايه، معناها راح تحسبي عند الناقص ما لا نهايه وزايد ما لا نهايه وعند الواحد القيمتين الصغرى والكبرى. واش نجي عندي لا ليميت لما لا ليميت لاف لاكس واش تساوي؟ لما اكس يقول لي دوكا الاولاد هذا لما اكس يقول لي هذا اللي راح تقول له ينقسم لقسمين. يقدر تحسب لا ليميت عند عدد، الحاله الاولى تقدر تحسب لا ليميت عند زايد ما نهايه ولا ناقص ما نهايه اللي هي الحاله الثانيه بطبيعه الحال. كي نجي راح نحسب لا ليميت لما اكس يقول لي واش معناها؟ راك راح تحسب لا ليميت عند عدد واش ندير؟ نعوض ديراكتومون. سي بون، ها نديرو مثال، ها وطانينا شوفوا لي زي ماش نعوض، عند عدد. قلنا لا ليميت لما اكس يقول لي عدد، ها وطانينا ليميت لما اكس العدد 3 يخي عدد. شوفوا كيفاش نعوض، تروح تفتح لي عارضتين، تبع معايا منهجيه الباك. ها تفتح لي عارضتين، تكتب لي لا ليميت لما اكس تؤول ل3 تجبد لي البسط اكس مربع زائد 1 تساوي، تكتب لي النتيجه تاع البسط اللي خرجت لك. ومن بعد لا ليميت لما اكس تؤول ل3 تكتب لي المقام اكس ناقص 3 تخرج لي النتيجه. هكذا كي دير هكذا تدير علامه كامله في لا ليميت. هاي منهجيه الترمينال. عندي 3 مربع 9 زائد 1 قداها 10، عندي 3 ناقص 3 قداها 0. عدد على الصفر واش يساوي ليا؟ ما لا نهايه. هنا نقولوا بقيمنا كبرى. هذا هو اللي كيف او بدا اي بروغرام تيرمينال. تقراو هذه الاولاد اللي يقراو عندي في الكلاسه قراوها. عد على الصفر قداه من فيها من حاله. دوكا قداه من فيها من حاله، فيها هاد الزوج حالات وفيها هاد الزوج حالات. هاد الزوج حالات كي يعطيني لا ليميت لما اكس يؤول ل بقيم كبرى، وهذا لا ليميت يعطيني لما اكس يؤول ل بقيم صغرى. كي يعطيني لما اكس يؤول ل بقيم كبرى واش معناها الاولاد؟ معناها الصفر هذاك راح يكون موجب، ديما. دوكا واش هي الما لا نهايه ديك كيفاش نتحكم في الاشاره تاعها؟ يكون اسكو لا كان هذاك العدد اللي من فوق زائد ولا موجب. لا علينا كما قراوها دوكا هذو المكتسبات تقراوها سطحيا، من بعد ان شاء الله في الدروس تاع التيرمينال هذوكم تقراوها تفصيل وحالاتها 4. انا اللي ما مدارش سطحيه مدارك بحالاتها 4. كيعود الزيرو موجب والعدد سالب، الزيرو موجب والعدد موجب، الزيرو سالب والعدد موجب، والزيرو سالب والعدد سالب باذن الله. نجيو هنا نفرضوا بلي الصفر تاعي موجب، 10 موجبه والزيرو موجب واش حتمد لي؟ نروح نكتب لا ليميت لما اكس يؤول 3 لاف لاكس واش تساوي لي زائد ما لا نهايه. سي بون ليكيب. سما عند عد واش نروح ندير؟ نعوض ديراكتومون كيما لهنا داز، نعوض في البسط وحده ونعوض في المقام وحده. دوكا واش نروح دوكا للدوال تاعي. عندي داله كثيره حدود، عندي داله صماء وعندي داله جذريه ولا نفسها الصماء، وعندي داله ناطقه. عندي داله كثيره حدود هي عباره على واش؟ هي عباره عن داله خطيه. الداله ماشي داله خطيه بالمعنى انها داله كثيره حدود عباره عن خطيه، معناها داله تجي خط. هذا واش معناها خطيه؟ مش خطيه بالمعنى تاعها تاع الرياضي، خطيه معناها مكتوبه هكذا تجي خط ما فيهاش كيما تلقى لها الجدر لا كسر. راك في الداله الخطيه. الداله الخطيه هذه راس لا نص الابيض الغلب. هاك في الداله كثيره حدود. داله كانت عندك امنوني باللي راني من 7 الصباح وانا رجل فريده ونقري جيت استخدمت واحد الخدمه اللي خفيت بالك ما 10 دقائق ونط لكم راني والبارح قلت ساعتين بس بغيت نوجد لكم في التمارين. هاي كثيرة حدود واش ندير؟ نهز اكبر اس. معناها كي نلقى داله كثيرة حدود هكذا خط ما فيها لا جدر لا كسر نهز اكبر اس. وش هو اكبر اس اللي هنا؟ طريب يعني اكس مربع، يعني نهز الاكس للاس تاعو كبير. كيما هنا واش تجيني؟ لا ليميت لما اكس تاؤول للزائد ما لا نهايه لاكس مربع. هاي كي بغيت تكتب له اش كي تكتب له هكا يفهم باللي راك متمكن من الرياضيات.
ديريكتومون زايد ما لا نهايه، باسكو اكس في اكس عوضت الاكس تاعك الاول هذا هي نفسها اكس في اكس، عوض الاكس تاعك الاول بالموج بس عوض الاكس تاعك الثاني بزايد ما لا نهايه تمدك زايد ما لا نهايه. نروحو دوكا لدالة ناطقة. دالة ناطقة اللي هي هذه عبارة على دالة كثير حدود ولا كثير حدود يا اخي، هذه ماشي هي كثير حدود وهذه ماشي هي كثير حدود، تسمى هي عبارة على كثير حدود ولا كثير حدود. دونك ماشي هي، نروح نهز اكبر درجة واكبر درجة، بما انه كثير حدود هزيت اكبر درجة تسمى واش معناها؟ معناها دالة ناطقة ثانية راح نهز اكبر درجة لا اكبر درجة. كيما لهنا كون جات هذه بالزائد ما لا نهايه باغ اكزومبل واش كيفاش راح نحلها؟ ندير لا ليميت لما اكس تاكل باغ اكزومبل الزائد ما لا نهايه لي اكس مربع على اكس، هزيت اكبر اس منا وهزيت اكبر اس منا سي بون. طيب الدالة الصماء نعوض مباشرة. كي نعوض مباشرة واش تخرج لي؟ هذه نعوضها بالزائد ما لا نهايه، عندي زائد ما لا نهايه في عدد موجب زائد ما لا نهايه زائد عدد موجب واش تخرج لي؟ زائد ما لا نهايه. لي ليميت تبع معايا، عندي 4 انواع، الزوج الاولين عند عدد ولا عند زائد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، عند عدد نعوض مباشره. اخدم لي برك هذه الطريقه انك دير العارضتين وتخدم لي، وباذن الله اني ندير لكم فيديو سبيسيال للنهايات نقراوهم تيرمينال هكا راهي مراجعه فقط، يتبان لكم شويه الدواحيه باسكو راهي مراجعه ولازم لنا بالتفصيل النهايات. نجي لهنا عندي لا ليميت، لا قلنا لما اكس يقول العدد ونعوض ديريكتومون نفتح العارضتين ونعوض، وعندي يربح في عد صفر ما لا نهايه اللي تحفظوا ولا عد ما لا نهايه صفر. دوك وين نروحوا لزائد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. عندي 3 انواع الدوال، الصماء الناطقه وكثير حدود. كثير حدود ما تلقى فيها لا جذر لا كسر، راهي كثيره حدود تلقاها مخططه هكا طويله. واش تروح دير؟ تهز منها اكبر درجه. اكبر درجه باغ اكزومبل كانت المعادله اكبر اس فيها اكس اس 3 هزوا به بالعدد اللي لاصق فيه، باغ اكزومبل 3 اكس مربع زائد 4 اكس هز 3 اكس مربع، هذيك هي تروح تعوض فيها. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دالة ناطقة هي كثير حدود على كثير حدود، ما بيناتها هذا الخط كثير حدود على كثير حدود، تسمى تهز من الفوق اكبر اس ومن اليسار اكبر اس. كيما درنا هنا هزينا اكبر اس على اكبر اس. الدالة الصماء واش دير؟ عوض مباشرة ما تكسرش راسك بزاف، هزو وعوض، مخك ما يتكسرش البتة 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 البتة، تهز وتعوض ديريكتومون. طيب دوك وين نروح؟ هادو هما النهايات، هادو هما النهايات اللي خليتهم اون بليزيور ماني. دائما ان شاء الله زيدو تفصلوا شويه هكا وتروحوا تقراو بيا هذه اللي كتبت لكم لهنا تنبيه، حاله عدم التعيين. حاله عدم التعيين الولاد هذه تقراوها كتكون اون تيرمينال، معناها تخرج لي ماتيريال في الكالكولاتريس ما نقدرش نحسب عندها الداله. هما 4: صفر على الصفر، ما لا نهايه على ما لا نهايه، صفر في الما لا نهايه، وزايد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه هذه، ودون ضرب. هادو اليوم درتهم في القسم. هادو هما حاجات التعيين، من بعد تتعمقوا فيه من مليح في الترمينال وبربي ان شاء الله نتعمقوا فيه مع بعضنا. نجيو دوكا للتفسير الهندسي ونخلصوا. انا على بالي بليكم غلبتوا وعندكم بزاف ما قريتوش تبداو برك. عندي التفسير الهندسي للنهايات، عندي مستقيم مقارب افقي، مستقيم مقارب عمودي، ومستقيم مقارب مائل. هادو هما 3 تفسيرات هندسيه اللي يقدروا يطرحوا لك في النهايه. وكتاش يجينا السؤال هذا الساده، يجيك السؤال مورا النهايه، شفت ما يقول لك حسب النهايه وفسر النتيجه هندسيه. عندي مستقيم مقارب عمودي، وكتاش نلقاه انا المستقيم مقارب عمودي هذا؟ شفت كي يعطيك تحسب ليميت لما اكس يقول ا اللي هو عدد، تسمى يعطيك تحسب لا ليميت العدد وتخرج لك النتيجه زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. عاود لي يعطيك تحسب لا ليميت لعدد ويخرج لك الناتج يا زائد ما لا نهايه يا ناقص ما لا نهايه. واش تقول لهنا؟ واش تقول؟ تقول عندك المستقيم اكس يقول لي ا وهو مستقيم، ولا تقول اصبروا نجيبوها استناو شوف نجيبوها بصيغه خلاف. ها استناو تشوفوا دقيقه. لا محمد رسول الله استناو كنت لكم الصيغه اللي طاحوا من قبل في البكالوريا. هاي عندي المستقيم ذو المعادله اكس تساوي لي مستقيم، نقولوا شو نقولوا؟ مستقيم مقارب
عمودي لسي اف بين قوسين موازي لحامل المحور واش التراتيب بجوار زائد ما لا نهايه الا كان مدتك كنمشيو زائد ما لا نهايه ناقص ما الا كان مدتك نجا ناقص ما لا نهايه. كيفاش نصفى استاذه اسكو عمودي ولا افقي؟ تابع معايا مليح دوك نقول لك اسكو عمودي ولا افقي. دوكا انا كي نعطيك هذا واش هو هذا هو المعلم تاعي ياك. دوكا انا نقول لك مستقيم مقارب عمودي لا ليميت تاعي ها هي هنا كانت لي اكس تاو تساوي لي ا ها وهذا واش بيه هو العمودي ها موازي لحامل المحور التراتيب هكا تشوف باش ما تغلطش. المستقيم ديال المعادله اكس تساوي لي ا ها هي عندك مستقيم مقارب عمودي موازي عندك اللي نقولوا لي سي اف عندك موازي لحامل المحور التراتيب بجوار زائد ما لا نهايه الا كتحسبتو مدتك زائد ما لا نهايه بجوار ناقص ما لا نهايه الا كنحسبتو مدتك ناقص ما لا نهايه. سما واش معناها؟ كي يعطيني نحسب لا ليميت لما اكس يؤول لواش اكس يؤول لعدد ويساوي لي النتيجه هي زائد يا ناقص ما لا نهايه راني في المستقيم المقارب واش العمودي. طيب لا هذه الجمله اللي نكتبها استنتاج باش ندير العلامه الكامله. دوكا تكون يعكس لك يعطيني نحسب لا ليميت لزائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه وتخرج لي عدد. هنا واش نقول لك راك راح تكتب المستقيم ذو المعادله إيكغيك تساوي لي بي انا في الإيكغيك مستقيم مقارب أفقي لسي اف موازي لحامل محور الفواصل. دوكا انا كي تولي لي هكذا تولي لي إيكغيك تساوي لي بي إيكغيك اخي هذا هما لي زيكغيك وهادو هما لي زيكس واش تولي لي موازي لحامل محور الفواصل. هذا هو محور التراتيب اللي ما يعرفوش وهذا هو حامل محور الفواصل. هذه هي عاودينا استاذه عندي حالتين عندي مستقيم مقارب افقي ومستقيم مقارب عمودي يعطيني نحسب لا ليميت لما اكس يقول لي عدد وتساوي لي زائد ولا ناقص ما لا نهايه نقول راهو سي اف يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته اكس تساوي لي ا بجوار زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه. فاصون خلاف نقدر نقول المستقيم ذو المعادله اكس تساوي ا عندك هو مستقيم مقارب عمودي موازي لحامل محور التراتيب مقارب عمودي دي سي اف موازي لحامل محور التراتيب صلات على النبي بجوار زائد ما لا زائد ما لا نهايه ناقص ما لا ناقص ما لا نهايه. مستقيم مقارب افقي موازي لحامل محور الفواصل معادلته إيكغيك تساوي لي بي لي سي اف مو عندك بجوار زائد ما لا نهايه ولا الناقص ما لا نهايه. لا حسبت هنا في زائد ما لا نهايه تقول زائد ما لا نهايه لا حسبت هنا في ناقص ما لا نهايه تقول ناقص ما لا نهايه. ونروحوا للاخر اللي هو مستقيم مقارب ما المستقيم مقارب ما سهل ما خلاص قانون اف اكس ناقص إيكغيك. سما واش معناها؟ راح تروحي تحسبي لا ليميت لما اكس تؤول لي لا قال لي زائد ما لا نهايه نحسب زائد ما لا نهايه لا قال لي ناقص ما لا نهايه نحسب الناقص ما لا نهايه لي واش لي اف دي اكس ناقص إيكغيك. واش هو ناقص إيكغيك؟ هذا هو الفرق. سنجي نجيب إيكغيك هذا يعطيه لك في التمرين تساوي لي صفر. هذا اللي قريتوه في الدوزيام راني لازم كي تحسب لا ليميت تخرج لك زيرو تقول منه مستقيم مقارب بعيد. دوكا واش هما الحالات المتبقيه المستقيم مقارب بعيد؟ انه يقول لك اعطيه المستقيم المقارب هذاك المائل يطلب تعيينه. فهمتوا؟ يطلب تعيينه. ثم يقول لك المستقيم المقارب المائل باغ اكزومبل بجوار هذاك يطلب تعيينه ومعادلته. هادو برك باش الله بعدا ندرسهم بيان 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 في التمارين في السلاسل. الكتاب اللي درته لكم اصبروا نعطيه لكم هذا باذن الله الولاد اللي يقراو عندي في الكلاسه غنبداو اليوم. هذا نحاول نمد لكم منه هذا راه ما يتباعش كي نسقسوا فيه يقولوا لي يتباع. نحاول ساعه ساعه نبارطاجي لكم منه شويه تمارين شويه امثله منه باذن الله باش تستفادوا جميعا. وهنا ونصل لنهاية دورتنا. نعاودوا مع بعضنا واش قرينا اليوم. قرينا المتطابقات الشهيرة. قلنا عندنا 3 متطابقات شهيرة. عاود معايا الناس اللي دخلت جدا اللايف. عندي 3 متطابقات شهيرة. المتطابقة الشهيرة الأولى تكون من الشكل A زائد B ثم الطرفين ما بيناتهما زائد كل مربع. واش هما؟ الطرف الاول مربع زائد الطرف الثاني مربع زائد الطرف الاول في الطرف الثاني فيه 2. طيب المتطابقه الشهيره الثانيه ا ناقص ب الكل مربع اللي هي ماشي هي الطرف الاول مربع زائد الطرف الثاني مربع ناقص 2 في الطرف الاول في الطرف الثاني. طيب بيان نروحوا المتطابقه الشهيره الثالثه. هزينا وحيده من الاولى وحيده من الثانيه. ثم ا زائد ب في ا ناقص ب واش تمد لي ا مربع ناقص ب مربع. مريضه. طيب رحنا عندنا قرينا 3
معادلات، معادله من الدرجه الاولى، معادله من الدرجه الثانيه، معادله من الدرجه الثالثه، خدناها بالكالكولاتريس. عندي زوج معادلات، معادله من الدرجه الاولى بغينا مع المثاليه ما نشكلوهاش ا لاكس زائد بي. ا لاكس زائد بي دي بشي نروح نحطها تساوي صفر، كنروح نحطها تساوي صفر دونك واش نروح ندير راني حطيت تساوي صفر دونك واش نروح ندير نروح ننقل الزايد يولي لي سالب، السالب يولي لي حنقول زايد يولي سالب، الموجب يولي سالب، السالب يولي لي موجب، كي ننقل الضرب يولي قسمه، قسمه تولي ضرب. نفس الحاجه. جدول الاشاره نفس اشاره عكس اشاره في النص تنعدل من الفوق الحل اللي انعدمت اللي عنده اللي خرجته. باش ندرس اشاره اي حاجه لازم نقلبها معادله صفريه. معادله من درجه ثانيه خرجنا 3 حالات، دلتا اكبر من صفر، دلتا اقل من صفر، دلتا يساوي صفر. دلتا اكبر من صفر معادله تقبل واش صحيتو حلين مختلفين، اكس واحد ناقص بي ناقص دلتا على 2 اكس 2 ناقص بي زائد دلتا على 2 ندير المعادله ديال الجدول تاعي. عندي خاصيه النعناع، نعناع نفس عند الجيران، في دارنا عكس ما كاش الهضره. نوصل الثالثه الثانيه دلتا يساوي صفر حلا مضاعفا. واش هو نفس اشاره في النص يضاعف. واش نديرو؟ قلنا نفس الحل تاع اكس واحد نحط له بك الزيرو ويلي ناقص بك 2. طيب وين نروحو؟ دلتا اقل من صفر معادله تقبل حلول تمدي في الكالكولاتريس الاي. قلنا نديرو مود 5 3 تخرج الحلول تاعي. نبدا بالصغير هو في اكس واحد والكبير نحطو في اكس 2. جدول الاشاره تاعي كيفاش نعرفو؟ ندير مود 7 ستار ناقص 5 انت 5 ستيب 1 تخرج الاشارات اي حاجه كانت داله ما بالش هنا واش تكون. بعدا نروح ندير المتراجحات. المتراجحات قلنا يعطيني اكبر تماما ولا اكبر واقل تماما ولا اقل. هادو في واش نروح نخدمهم؟ ما نكسرش راسي نخدم معادله صفريه. نوصل للجدول تاعي تاع الاشاره ونتبع هدايا واش قالت لنا. كيعود اكبر تماما ولا اكبر نهز المجال الموجب تماما واكبر او يساوي. واش هو الفرق ما بيناتهم؟ انه كي تعود تماما نحل المجالات او يساوي نقفل المجالات. وين المجالات نقفلها؟ مش زائد ما هي ناقص ما هي، زائد ما هي ناقص ما هي ما يتقفلوش، تقفلوا المجالات تاع الاعداد. طيب واش درنا؟ ثوابت. اول حاجه نوازن الوحده تاعي نديرها توحيد المقامات. الحاجه الثانيه نهز الاكس مكعب مع الاكس مكعب، اكس مربع مع الاكس مربع، الاكس مع الاكس، العدد مع العدد. وكيعودوا متكرر 3 مرات الاكسات نهزهم في 3 في المجاهيل ونخرجها كعامل مشترك نختزل ونعوض. طيب مفهوم. بعدا واش قلنا؟ عندي خلصنا المجاهيل، عندي لي ليميت عندي حالتين، لي ليميت عند عدد، لي ليميت عند زائد وناقص ما نهايه. عند عدد ما تقلقنيش نعوض مباشره. واش نروح ندير؟ نحل الحاضنه باك تاعي انايا هذيك. كي نحل الحاضنه واش نروح ندير؟ نحسب حتى البسطه حتى المقام وحده لان هذه منهجيه البكالوريا. في زائد ما هي وناقص ما هي عندي 3 انواع الدوال، الداله الصماء، الداله الناطقه، والداله كثير الحدود. كثير الحدود ما فيها والو، قلنا مسطره عكس ما فيها لا كسر لا جذر ديريكتومون. نهز اكبر درجه، الكبيره فين نهزها؟ الاس تاع الكبير نهزو ونعوض فيها ديريكتومون. نروح دوكا للداله الناطقه. الداله الناطقه واش هي؟ كثير حدود. داله كثير حدود تسمى نطبق القاعده تاع كثير حدود من تحت قاعده تاع كثير حدود من الفوق. هنا كيستعمل علينا. واش نروح ندير؟ نهز اكبر درجه من الفوق اكبر درجه من التحت. طلبيه ونعوض. دوك نروحوا للصماء نعوض ديريكتومون بالحساب. ما هي التفسيرات الهندسيه تاع النهايات؟ 3 مستقيم مقارب عمودي، مستقيم مقارب افقي، مستقيم مقارب مائل. العمودي سدوبت نلقاه كي نحسب لا ليميت لما اكس يولي عدد سما هذا يولي عدد. واش تساوي لي زائد ولا ناقص ما النهايه؟ نقول سي اف يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار زائد ما هي عمودي معادلته اكس تساوي لي ا بين قوسين موازي لحال محور التراتيب. هنا باسكو راه واجب بجوار زائد ما النهايه الا كان خرجتي زائد ما النهايه ناقص ما الا كان خرجتي ناقص ما النهايه. في الافقي نحسب عند الزائد ما ينقص ما هي والناتج يكون عدد. نقول سي اف يقبل مستقيم مقارب افقي معادلته افقي من قوسين موازي لحال محور الفواصل. دونك باسكو هكذا معادلته ايكغيك تساوي لي بجوار زائد ما نهايه. دائما اللي حسبت زائد ما نهايه ناقص ما نهايه حسبت ناقص ما نهايه. دونك وين نروحوا للمستقيم المقارب المائل. نحسب بالفرق اف الاكس ناقص ايكغيك. اف الاكس عندي ايكغيك عندي نحسب الفرق تاعهم ونعوض فيه في ليميت تخرج تساوي صفر. ومنه سي اف يقبل المستقيم المقارب المائل معادلته ايكغيك تساوي لي على اكس زائد بي معادله بجوار زائد ما نهايه ولا ناقص ما نهايه. سي بون من الحساب. سي بون ليكيب باذن الله. نورمالمون واحد فيكم ماهوش راح يخرج ماهوش فاهم من هذا اللايف. ليكيب تاع الانستغرام اعطيونا رايكم. هكذا بربي ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم باذن الله. ادعيوا لي ربي يقدرني نحاول. ما تنساوش خلينا رايكم في لي كومونتير. هذه حاجه باينه. الانستغرام راح ندير لكم هنايا المعلومات نتاعي. التلاميذ تاع قسنطينه السؤال اللي يتكرر لي بزاف في لي كومونتير في اليوتيوب المواقع ولا احنا نقولوا الاماكن اللي متواجده فيهم انا في دروس الدعم الحضوري والزملاء كيف فما قال له تسقسيني انا راني نقريكم باطل.
هكا باطل في اليوتيوب، ما كانش زوم، تقرا عندي تدي كلش باطل. حاب تقرا في قسنطينه اللي يسكنوا في قسنطينه، عندك حضورين الافواج العلميه بمدارس العالم، افواج التسيير والاقتصاد بمدرسه رؤيه وافاق. الادبيين انتظرونا باذن الله، جايينكم وحده وحده. قسنطينه النوفيل، ها المعلومات تاعي عندكم. انستغرام الناس انستا ما كيتكتب. عندك دكتور هدايه زواكي، هذا الانستغرام. هكذا نمط التليفون باش تهزو التليجرام 076 16 09 39. اليوتيوب عندك هدايه زواكي بعد. عطيتكم معلوماتي كاملين. جماعه الانستغرام ما كنت تعرفوني، جماعه اليوتيوب ديما تسقسيوني، ديما تقولوا لي ها المعلومات تاعي. اي واحد فيكم حاب يسقسي سؤال، ما فهمش حاجه، حاب يسقسيني، يبعث لي بالمعلومه، يبعث لي في الانستغرام. اي واحد فيكم حاب يكلمني شخصيا، حاب يستفسر، حاب كش ما يعيط، حاب كش ما يفهم مني، ها هو الرقم الشخصي. حاجه اللي نقولها لكم، ربي يوفقكم ان شاء الله. الحاجه اللي نقولها لكم بإذن الله راني معكم للاخير باذن الله. حققنا نتائج مبهره باك 2025. كانوا تلاميذ من اوائل الولايات وجامعه فقط اللي كان اصلا راهم معانا، والحمد لله. خدمنا عام كامل، اجتهدنا، داو الوليدات علامات ممتازه جدا جدا رغم صعوبه الموضوع. ما كاينش اني صعيب، تما اللي خدم لقى ان شاء الله. كل خبره المحاور نخدموهم كيما هكا في لايف ممتاز كيما هذا، يكون اونلاين هنا ومسجل هنا باذن الله. تهلاو في روحكم جماعه اليوتيوب، نلتقي في حصص قادمه.